معنا لقيناها بلوكي بالثلج. هذا هو السبب اللي كيخلي ان البرد ما كيهبطش تحت. السلام عليكم متابعين اوفياء، انا مكنتم مرحبا بكم. كيف ما كتشوفوا اليوم عندنا الثلاجه اللي كتشكاو عليها، اللي قالوا لي المشكل ديالها هو انها ما كتبردش تحت. كيف ما كتشوفوا معنا من بعد ما غادي نحلوها من الداخل، كيف ما كتشوفوا معنا لقيناها بلوكي بالثلج. هذا هو السبب اللي كيخلي ان البرد ما كيهبطش تحت. يعني المشكل السيستم ديال دي جي فراج ما خدامش. باش الناس اللي ما كيعرفوا السيستم، هاد السيستم ديال هاد الثلاجات ديال البخار او لا النو فروست، هما انهم كيهبطوا البرد من الفوق كيهبطوا لتحت. الا عمرت لينا هنا بالثلج راه ما يمكنش غادي تهبط لينا البرد لتحت. كما كتشوفوا معنا يعني عبرنا الضوء لقيناه خارج الريزيستانس، ولكن من عبرنا الريزيستانس لقيناها محروقه. كما كتشوفوا لقينا تهرست بخصوص هادو ديال الزيت، يعني مع المده كيتحرقوا وكيتهرسوا. الى تهرسوا يعني راه كيدخل لهم الماء لديك الريزيستانس لداخل وكيوليو يدوزو حتى لاماس للثلاجه. كيف ما كتشوفوا معنا لقينا الزجاج مهرس لتحت. ما كتشوفوا من بعد غادي نقيوه وغادي نحاولوا ندوبوا داك الثلج بعدا، يعني باش ما يبقاش. وغادي نجيبوا ريزيستانس بحال هذيك، يعني كيف ما كتشوفوا يعني راه لقيناها مهرسه مدقدقه مع المده، يعني تهرست وبقات كتهبط. بقى الماء كيهبط على ديك الريزيستانس حتى تحرقت. كيف ما كتشوفوا جبنا هذه جديده غادي نركبوها، يعني غادي ندير لها سكوتش ونديروا ليها هاد العازل ديال الماء، يعني ما كيخليش الماء يدخل لك الخيط. كيف ما كتشوفوا معنا الريزيستانس ديالنا ها هي واجده ركبناها. هذا هو المشكل اللي كان في الثلاجه، هو ان الريزيستانس ما كانش خدامه. يعني ضروري من الريزيستانس باش تذوب لينا داك الثلج، يعني ما خاصش يبقى يتراكم لينا داك الثلج حقاش غادي يحبس لينا الفابور ما تبقاش تهبط لينا. كما كتشوفوا من بعد ما جمعناها الثلاجه ها هي واجده حاليا، وان شاء الله غادي تكون خدامه مزيان. اللي عنده شي سؤال يخليه في التعليقات. السلام عليكم.